انت خسرت السيستم كله. حلو. من ضمن بقى الحاجات اللي بتحصل في مشروع التخرج، انت فعلا ممكن تخسر الكنترولر. جميل. كام مليار مش حوار جدع سيف. حلو. ملايين دولار. فانت بقى بص، انت هتحط القصه دي بقى من اول السيستمز الصغيره لحد اعقد سيستم انت ممكن تشوفه في حياتك. حلو كده. طيب، فده كده كانت المشكله اللي بيحصل والموديل بيزد ديزاين ظهر بسببها. تعالوا بقى نشوف اصلا احنا اتكلمنا عن ليه الموديل بيزد ديزاين بقى سوليوشن للقصه دي. فتعالوا بقى نروح لفكره، طب هو حلها ازاي؟ يعني اصلا هو حلها ازاي؟ القصه كلها او الفكره الجوهريه للام بي دي بتتلخص في جمله واحده: الموديل هو البوس، هو السنتر بتاع كل حاجه. اي حاجه هتحصل في الديفلوبمنت سايكل انا باصص على الموديل. تروح يمين، تروح شمال، تطلع فوق، تيجي تحت، انت بتاع ميكانيكا، انت بتاع كهرباء، انت بتاع كنترول، انت بتاع سوفت وير، انت ايا كان دورك في البروجكت. طالما انت دخلت وفتحت مع ناس لينك، فدايما الفيصل اللي بيننا وبين بعض ان الموديل هو مين؟ هو البوس. هو مركز على كل حاجه في عمليه التطوير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما نبدا بكتابه الكود، خلاص انا هبدا ابني مين؟ هبني الموديل. حلو. بعد كده اعمل له سيميليشن. جميل جدا. وبعد كده الكود يطلع اوتوماتيك. عظيم. في الاخر نحطه على ايه؟ على الهاردوير. عشان يعمل الكلام ده الام بي دي ضرب الطريقه القديمه تقريبا في 5 نقط اساسيه كده. قال لك اول حاجه احنا محتاجين ايه؟ نشيل قصه الموديل دي اصلا، يعني سوري، قصه ان انا اكتب ريكويرمنت كده في وورد فايل وخلاص. لا، انا محتاج ايه؟ محتاج انه يبقى في حاجه بتعرف الريكويرمنت دي. الام بي دي لغى تماما فكره ان نكتب الريكويرمنت على ملف وورد ونبعته للمبرمج وهو حظه في الفهم. حلو. طب الريكويرمنت بتاعتنا بقت عباره عن ايه؟ بقت موديل مرسوم وشغال مبني بادوات زي ما تلاقي سيميليشن. خلي بالك بقى في نقطه هنا. اللقطه دي بتحصل على الفيزيكال سيستم. اللقطه بتاعت الريكويرمنت هنا بتحصل على ايه؟ على الفيزيكال سيستم. اللي هو ايه؟ انا عايز اشوف والله، او مثلا عايز اقول له ان انا محتاج ان العربيه دي لما ادوس بنزين سرعتها تزيد مثلا في 3 ثواني مثلا. انا بخترع ريكويرمنت وانا قاعد معاكم كده. فهو يعرف الكلام ده من جوه الموديل. والقصه دي بنعملها ازاي؟ ان انا بشتغل على ماتلاب سيميلي. يبقى انا خليت الموديل بتاعي هو الكوميونيكيشن واي اللي نقدر نتكلم بيه، بتاع الكنترول وبتاع السوفت وير وبتاع الهاردوير وبتاع كله باصص على نفس الحاجه. تمام كده؟ طيب، النقطه الثانيه قال لك لا، انا محتاج اتست بدري. يعني ايه اتست بدري؟ هو انا اصلا في الطريقه القديمه كنت بستنى لما الهاردوير يخلص بعد كده تيست. فقال لك لا، انا محتاج اعمل ايرلي سيميوليشن. من اعظم اختراعات الام بي دي ان انت تعمل سيميوليشن وتجرب كل اللي انت عايزه في المشروع. حلو كده. وكل حرفيا كل حاجه انت عايز تجربها جوه الموديل. واقول لك كمان على حاجه، انت اصلا ممكن تعمل موديل وتعمل سيميوليشن وفي الاخر تقرر انت تكتب سي كود. مش حدش هيقول لك لا، عادي، انا هستخدم بس الموديلنج ان انا اعمل بروف اوف كونسبت للريكوايرمنت اللي انا عايزه، وبعد كده انا هكتب السي كود. انت راجع عندي حاجه؟ لا، مالكش عندي حاجه. حلو. بس ديت لوحدها نقطه كويسه في الام بي دي، ان انا اعمل ايه؟ موديلنج. انا شايف السيستم في كل الاحوال بتاعتي. تمام. دي كده نقطه. طيب، هو انا اعمل موديلنج لايه بالظبط؟ ما هو انا برضو انا عمال اقول بتاع الميكانيكا وعمال اقول بتاع الكنترول وعمال اقول بتاع السوفت وير. هو انا هعمل موديل لايه؟ قال لك والله وانت بتعمل موديل، بتعمل موديل لحاجتين. بتعمل حاجه اسمها البلانت وبتعمل حاجه اسمها الكنترولر. سؤال بسيط كده بسرعه، البلانت عباره عن ايه للناس اللي سمعت قبل كده يعني ايه ام بي دي؟ والكنترولر ده هيكون عباره عن ايه؟ يلا اكتبوا لي في الشات. عظيم جدا. البلانت هو الشيء اللي هيتحكم فيه الطياره او العربيه. حلو جدا. بلانت سيستم داينامكس. جميل. حلو. طيب ايه تاني؟ سيف كتب بلانت وما كملش. هي العمليه البروسيس. ماشي.
الكنترولر ده العقل اللي هينفذ اللي عايزه. جميل جدا. الكنترولر هو الاردوينو. مصطفى بيسأل لا، ما هو ممكن يكون مثلا هشتغل باي سي يو تاني او بكنترولر تاني، بغض النظر عن نوع الكنترولر. الكنترولر اللي هياخد فرق الامر بتاعي والحقيقه ويدي الفرق. حلو. نورهان بتتكلم على فكره البي اي دي قوي. حلو. ممكن اي اس بي. طيب هو المقصود هنا بفكره الكنترول البلانت فعلا زي ما انتم قلتوا هو الفيزيكال سيستم اللي انا عايز اتحكم فيه، ايا كان بقى، كان دايره كهربائيه، كان شاحن، كان انفرتر، كان حاجه تخص الباور الكترونكس، حاجه تخص البطاريات، حاجه تخص الميكانيكا، ايا كان. الكنترولر هنا بقى مقصود بها السوفت وير اللي هينزل على الكنترولر. يبقى انا بقول لك بعمل موديل للكنترول، معناه ان انا بعمل ايه؟ موديل للسوفت وير، وفي الاخر بعد كده اعمل منه ايه؟ اوتو كود جنريشن. حلو. النقطه الثالثه بقى هي ايه؟ الاوتو كود جنريشن. وهنا ايه؟ زي ما اتكلمنا عنها، بقدر اعمل سي كود، اقدر اطلع منه سي كود، واقدر اطلع منه ايه؟ سي بلس بلس والكلام ده كله. تمام. ده بالنسبه للقصه بتاعه الاوتو كود جنريشن. الفي سايكل للنقطه دي. طب خليك معايا مصطفى وانا هرد عليك. الفرق بين الكنترول والمايكرو كنترولر هي فرق امكانياتها مصطفى بس مش اكتر. هو في اتنين مصطفى سالم ومصطفى. طب بالنسبه للريكويرمنت ده هنجاوب عنها في اخر السيشن. بالنسبه للفرق بين الكنترول والمايكرو كنترول هي فرق امكانيات مش اكتر. يعني البي ال سي كنترولر والاي في ار مايكرو كنترولر عادي جدا. تمام كده؟ طيب بعد كده عندك المحور الرابع هي حلقه الاختبار اللي احنا كنا بنتكلم عنها بقى، وحلقه التستنج. وهنا بنعمل حاجه اسمها اكس ان ذا لوب. يعني ايه اكس ان ذا لوب؟ عشان تطمن بنسبه 100% مثلا ان الكود ده هيشتغل على الهاردوير الفعلي بدون اي مفاجآت، الام بي دي قال لك هنعمل سلسله من الاختبارات متدرجه بتفلتر اي غلطه. قال لك اول حاجه انا بعمل حاجه اسمها موديل ان ذا لوب. حلو. هنا بنختبر البلوكات واللوجيك نفسه على اللابتوب. تفتكر انا عايز بقى حد يقول لي لما اجي اقول لك اعمل موديل ان ذا لوب، انت كده في انهي مرحله؟ تقول لي كده في الشات. انت كده بتست مين؟ طيب اللوجيك حلو، بتست السيميلينك موديل حلو، السوفت وير جميل جدا عظيم، بتست الريكويرمنت ماشي. المفروض كده بنتست الموديل كامل جميل جدا، البلوكات على السيميلينك حلو، بختبر الموديل بتاع الكنترولر. في الموديل ان ذا لوب انت بتختبر كل حاجه، سواء بتختبر البلانت اللي هو الفيزيكال سيستم او بتختبر مين؟ السوفت وير اللي هينزل او يتحكم في القصه دي. بس انا ده كله جوه مين؟ جوه الموديل. جوه مين؟ جوه الموديل. بعد كده قال لك المرحله الثانيه بقى هي السوفت وير ان ذا لوب. بناخد السي كود ده اللي طلع اوتوماتيك عشان نتاكد انه بيعمل نفس وظيفه الموديل. طيب لما اقول لك بقى سوفت وير ان ذا لوب، تفتكر القصه دي بتتعمل فين؟ انا وانا بعمل التيست بتاع السوفت وير ان ذا لوب تفتكر بتتعمل فين؟ حلو. انا بدست بيها الكود، بس بتتعمل بقى على المايكرو كنترولر والهاردوير الحقيقي، ولا بعملها جوه البي سي زي ما مصطفى قال كده؟ حلو. على البي سي جوه. جميل جدا. بيتنفذ على مين؟ على الكمبيوتر. يبقى انا كمان اصلا اقدر اطلع من الموديل بتاعي ايه؟ كود، والكود ده كمان يبقى عباره عن سيميلينك بلوك، واحطه جوه السيميلينك واعمل له تيست. طيب لو جيت قارنت قرايات الموديل بقرايات قرايات الميل تيستنج بقرايات السيل تيستنج، حد عارف ده احنا بنسميه ايه؟ حلو. باك تو باك. جميل جدا. باك تو باك فعلا. يبقى انا لما بعمل موديل ان ذا لوب تيست واخد قرايات وادخل على السوفت وير ان ذا لوب تيست واخد قرايات، بقوم اعمل خطوه كمان بقى بعمل لها ايه؟ باك تو باك تيست، عشان اتاكد ان الموديل او الموديل والكود الاثنين بيتعملوا لي نفس الاوتبوتس اللي انا محتاجها. حلو. طيب ندخل بعد كده بقى على المرحله الثانيه اللي هو ايه؟ الهاردوير ان ذا لوب. تعمل تيست بنش كده وتوصل تجيب مثلا تعمل تيست بنش. انا عايز اوصلها لكم بمثال انتم ممكن تشوفوه في الواقع يعني بره الشركات. تقدر تجيب كنترولر كده وتوصله بالكمبيوتر. حلو. هنفترض انه اردوينو، وتوصله بالكمبيوتر
وتعمل حاجه اسمها هاردوير ان ذا لوب تيست، انت تست الموديل ده على الهاردوير نفسه. فده من ضمن الستيجز بتاعت مين؟ الهاردوير. طيب بعد كده بنخش على حاجه اسمها البروتوتايبس. لو انت جات لك فكره دلوقتي، احنا قاعدين اهو الناس طب ثانيه واحده، احنا ايه، انا هكمل شرح الجزئيه دي وهقف، لو حد عنده مشكله في حاجه هبدا اجاوب عليها، تمام كده مفيش اي مشاكل. خلينا بس نكمل الحته دي. تخيل كده انت جات لك فكره حلو وعايز تجربها، او مثلا جات لك فكره وعايز توريها للمدير بتاعك، او انت بتعمل مشروع تخرج والهاردوير بتاعه غالي بس انت عايز تعمل بروف اوف كونسيبت. تفتكر نقدر نعمل الكلام ده بالام بي دي ولا ما نقدرش؟ الناس كده تبدا تجاوبني. ينفع. حلو، جميل، ينفع، نقدر زي الفل، مفيش اي مشاكل. حلو. طيب تفتكر ده هيوفر عليه فلوس قد ايه؟ لا انا هنا ما اقصدش حاجه زي الاي بي اي، ايا كان الفكره اللي في دماغك. يعني انا دلوقتي وليكن مثلا هعتبر انه الباتري مانجمنت سيستم ده مش موجود اصلا في الحياه، حلو كده، او خلي الالكتريك دي مش موجوده في الحياه، هناخد العربيه كلها على بعض. وهي الفكره دي جت في دماغي وانا عايز ابني عليها ستارت اب، او عايز اروح اقول للمدير بتاعي انا عندي فكره 1 2 3، واقول له خلي بالك احنا ممكن نعملها عشان يديني بونص اخر الشهر على المرتب، ايا كان السبب بس دي فكره جت في دماغي. لو عايز اثبت نجاح الفكره، حلو، اثبتها ازاي؟ هل الام بي دي يساعدني انه الفكره دي ممكن تتعمل ولا لا؟ ماشي، حته الكونسترينز ده هنتكلم عنها ما اختلفناش، بس انا بتكلم دلوقتي هل اقدر اثبت الفكره دي ولا لا؟ حلو. طيب لو الام بي دي مش موجود، جميل جدا. طب الناس اللي بتسال في الشات اكتبوا بس الاسئله دي، وفي اخر المحاضره احنا هنتكلم عنها، وان كان اصلا معظم الاسئله دي هي متجاوبه اصلا اثناء السيشن بتاعتنا. حلو، جميل جدا. المهم ان انا دلوقتي اقدر بدل ما اروح اجيب ريل بروتوتايب واصنع بي سي بي واجيب موتورز واجيب بطاريات واجيب بي ام اس واجيب، انا بشويه ديفرنشال ايكويشن ادخل اعمل الموديل بتاعي او الفيزيكال سيستم، وبشويه بلوكات اقوم اعمل السوفت وير اللي هيحرك الفيزيكال سيستم ده، واجي اقول والله انا كنت عايز اعمل كذا فحصل، دي نفعت ودي نفعت ودي نفعت ودي نفعت، فيلا يا عم ايه نشتغل على الكلام ده ونطبقه في الحقيقه. فكانت من ضمن المشاكل اللي بتقلل القصه دي او كانت بتساعدنا في الحوار ده ان انا اقدر ابني بروتوتايبس على الشاشه، ولما اثبت ان هو ينفع يشتغل يبقى ايه انزله السوق براحتي. وده اصلا وفر لي وقت، فرحت ايه التايم تو ماركت بشكل اسرع. حلو. طيب ده على الليفل بتاع البيزنس. طيب تعالى كده بقى وندخل على حاجه مثلا بالام بي دي. لو انا دلوقتي عندي عربيه وشغال على الاي بي اس بتاعها، حلو، او على الفرامل بتاعتها، ايه السيناريوهات اللي ممكن اختبر بيها الفرامل بتاع العربيه؟ عايزكم كده تتخيلوا، اعتبر نفسك انت دلوقتي شغال على فرامل عربيه، حلو، وفرامل العربيه دي احنا محتاجين نعمل لها تيست جوه السيمولينك موديل. تخيل انت ممكن تختبر الفرامل دي ازاي، واكتب لي في الشات. لو هتعدي فوق تراب مش طريق عادي، حلو. طب ايه تاني؟ وارد جدا انه مثلا يبقى فيه طريق وليكن زي ما قلنا في اول السيشن مبلول، فده ممكن العربيه لما تدوس فرامل العربيه تتزحلق، فانت بالسلامه، سعيكم مشكور وذنبكم مغفور، وهكذا. طيب لا، طب ده في رمل، في طريق بيزحلق زي لسه متكلمين عنه، وهكذا. فانت تقدر تختبر كل السيناريوهات دي وهي موجوده. تقدر تختبر الفرامل بتاعتك على سرعات مختلفه من العربيه زي ما الناس كمان بتقول، حلو، شغاله بكفاءه ازاي، جميل جدا. اشوف الريسبونس تايم، ده من ضمن الحاجات. فانت بتقدر ايه، وكمان انت ممكن تحط سيناريوهات مختلفه، اللي هو طب انا هدوس فرامل وحد بيخبط العربيه، فده سيناريو من ضمن السيناريوهات اللي ممكن اضيفها للسيميلينك موديل بتاعي، وهكذا. اشوف مقاومه الهواء زي ما عبد الرحمن ما كتب كده،
فدي كلها حاجات انت ممكن تخيل كده بقى مثلا. تخيل ان انت عايز تختبر الفرامل بتاعت العربيه، وهتوقف واحد وفعلا تروح تختبر الفرامل بتاعت العربيه عليه هو، او على حيطه مثلا زي ما بنشوف الفيديوهات بتاع شركات العربيات وهي بتختبر العربيه بتاعتها، العربيه اتدمرت، ولو بتختبر على واحد حقيقي، واحد مضايقك ولا بتاع، فهو بالسلامه. حلو، وهكذا. طب ده كله ايه؟ وفر عليه فلوس ومجهود ووقت، وكل حاجه انا عايز اجربها بجربها. تمام. طيب ده كده كان حته الام بي دي. تخيل بقى، تخيل لو انت شغال على فلايت كنترول لطياره مثلا او درون او صواريخ، الام بي دي ممكن يساعدك ازاي؟ طب شغال في الاوتوموتيف، عربيه، شغال في حاجه لها علاقه بالميديكال ديفايسز، حاجه تخص مثلا العمليات الطبيه، وهكذا. خلي بالك يعني دايما كل المشاريع اللي بنطقها بلساني وبتكلم فيها في الام بي دي بقول لك ايه، حاجات معقده جدا، طيران، عربيات، انرجي سيستمز. لا ايه ده، ايه ده بلاش حماس دلوقتي، ايه. فانت عندك ايه، حاجات كتير قوي بتضيعها، سوري، بتختبرها. مش عارف ليه قلت بتضيعها، المهم. تمام، وهكذا. فلا، هنا في سحر. طيب انت اصلا عشان تعمل الكلام ده انت محتاج ايه؟ انت محتاج حد يكون فاهم الفيزيكس بتاعت السيستم بتاعه. انت مش حد اللي هو انا هكتب كود عشان يشغل السنسور ده مع الكنترولر ده وشكرا، لا. انت لازم تبقى فاهم الفيزيكس اللي انت بتتكلم عنه، السيستم ده بيقول ايه. انت لازم تبقى مهندس بامانه. فهي المتعه في الام بي دي كده، اللي هو انا شغال على سيستم، انا ما هشتغل على السيستم ده ولا فاهمه هو بيعمل ايه. مش هركب اي حاجه على اي حاجه ويلا بالسلامه انا مشيت، لا. انا عارف اقرا الجراف اللي طالع على السكوب. مش حافظ ويب فورم وادخل احطها في الامتحان لو شغال في البار الكترونكس، يجي يقول لك ايه، انت بتعمل فايرنج انجل على عند الفا بتساوي 30، فانت حافظ شكل الويب فورم فتديها له في ورقه الامتحان وشكرا، لا. انت عارف يعني ايه الفا، عارف يعني ايه فايرنج انجل على سيرستور، عارف يعني ايه الحاجه دي، لما ادي فايرنج هنا ازاي يطلع لي تيار بقيمه مثلا ولو 5000 امبير. وبالمناسبه ده مشروع الواحد كان اشتغل عندي عليه، كان مشروع فعلا بنطلع منه تيارات بتوصل ل 5000 امبير. فانت لو مش فاهم الفيزيكس بتاعت السيستم بتاعك، لا، هتعمل ايه؟ وهكذا. هتيجي مثلا انا بدرس دلوقتي اوتوماتيك كنترول وبي اي دي كنترولرز، لو انا فاهم الحاجه دي بيحصل لها ديزاين ازاي واقدر استخدمها ازاي، لا، الدنيا تختلف تماما. انا بقدر اناقشك في السيستم اللي بيحصل، مش مجرد حطيت قيمه للكي اي والكي بي والكي دي وخلاص، وهكذا. فالموديل بيز ديزاين هي متعته ان انت، لا، انا بشتغل مهندس، انا فاهم يعني ايه سيستم. طب حد يجي يقول انا عايز اعمل موبايل ابلكيشن، لا، ده مش ام بي دي اصلا، ده بعيد خالص عن الام بي دي، وهكذا. عشان ده كان من ضمن الاسئله اللي اتسالت لي يعني ايه قبل السيشن. طيب عايزك تقعد كده تتخيل انت مهندس شغال في تيم بيعمل طياره درون دلوقتي غاليه جدا، طلبوا منك ان انت تختار تكتب مانوال كودنج وتجرب الدرون دي على الحقيقه وهي بتطير على طول، ولا تستخدم الام بي دي وتعمل انواع التستنج اللي احنا قلناها لك على الاس يو بتاعتها الاول. لو انت في السيناريو ده تختار ايه؟ نورهان بتقول فور شور ام بي دي. حلو. مين تاني ممكن يفكر انه يكتب مانوال كود في الحاله دي مثلا، او مين يشتغل ام بي دي؟ فانت لما تقعد تفكر كده، لا، هروح ام بي دي واجرب براحتي. بس هنا بقى هتقابلك معضله تانية او مشكله تانية. الام بي دي مش مجرد سيمولينك. حلو، عبد الرحمن بيقول ان احنا في ريسنج تيم، كل اللي انا قلته وهم عملوه فعلا على الماتلاب بكل حاجات السباق. فانت متخيل اهو، ناس معانا لسه في الكليات وبيستخدموا حاجه زي كده. فانا عايز اطلع من هنا بايه؟ انت هنا الام بي دي مش مجرد تول، انا مش بتعلم سيمولينك، انا مش بتعلم ماتلاب. المعضله الحقيقيه اللي هتقابلك في المجال ده ان هو طريقه تفكير، منهجيه بتشتغل بيها. عارف انت بتعمل سلطه، انت عارف انت السلطه ازاي بتتعمل، بس السكينه هي اداه تساعدك في تقطيع ايه؟ الطماطم والخيار. تمام. طيب لو انت مش عارف السلطه بتتعمل ازاي، السكينه مش هتفيدك بحاجه. نفس القصه، لو انت ما انتش عارف ان الموديل بيزد ديزاين هي طريقه تفكير، وفي نفس الوقت فاهم السيستم اللي انت عايز تشتغل عليه قبل ما تفتح سيمولينك اصلا،
السيميلينك مش هيفيدك بحاجه، الماتلاب نفسه مش هيفيدك بحاجه. تمام؟ فانت عشان تقول انا شغال موديل بيز ديزاين انت لازم تفهم السيستم، انت عايز تعمل ايه. فلما تخش جوه الماتلاب والسيميلينك تقدر تطلع منهم اكبر قدر ممكن من امكانياتهم. دي ادوات مرعبه بس للي قادر يستخدمها صح ويوظفها في الحاجه اللي هو فاهمها. تمام كده؟ طيب كده بقى ايه، احنا اتكلمنا عن المشاكل واتكلمنا عن الماتلاب حلها ازاي والكلام ده كله. هو انا عايز بقى دلوقتي حد يجي يقول لي هو يعني ايه موديل بيزد ديزاين؟ يعني انا لسه ما جاوبتش السؤال ده بالمناسبه لحد دلوقتي، بس انا عايزك تيجي تقول لي كده يعني ايه موديل بيزد ديزاين. بص كده للصوره دي وقول لي انت بتعمل ايه في الموديل بيزد. اكتبوا لي بقى في الشات كده وايه ونتعمق في الموضوع ده شويه.